هيقول لحضراتكم الاول انه امام عاشور في التوقيت الحالي طبقا للتعاقد الحالي بياخد في السنه ما يوازي يعني تقريبا نقول كده ايه 35 مليون جنيه. 20 مليون جنيه ده العقد الخاص بامام عاشور مع النادي، و15 من 10 ل 15 مليون جنيه ده عقد الاعلانات. اجمالي 35 مليون جنيه في السنه. رغبه الاهلي انه، وده اللي انا كنت قلته لحضراتكم الاسبوع اللي فات، انه قلت في لعبه لعبها الكابتن الخطيب زي ما هو كان معلم في الملعب هو معلم برضه خارج الملعب على كرسي الاداره، انه عايز يعدل عقد امام عاشور عشان يدخله في الفئه الاولى المميزه اللي استحدثها الاهلي ودخل فيها لعيبه محدده جدا هم بالاسم: قائد الفريق محمد الشناوي، تاني قائد للفريق تريزيجيه، زيزو، واشرف بن شرقي. فهيبقى فيهم او ليهم خامس وهو مين؟ امام عاشور. امام عاشور طلباتك ايه عشان تعدل عقدك ده اللي هو انت بتاخد الاجمالي توتال كده 35؟ انا عايز 85. 85. ايه ال 85 التفصيله بتاعتهم وتفنيدتهم ازاي؟ ان يبقى العقد اللي هو الخاص بالفئه الاولى المميزه اللي هو 35 زيه زي بقيه كل اللعيبه اللي هي في الفئه الاولى المميزه، مع بعض الاستثناءات طبعا، يعني في بعض اللعيبه ليها استثناءات مختلفه بس الفروقات مش كبيره. وعايز عقد الاعلانات يبقى 50.